لو عايزة تعملي الكبدة الاسكندراني صح الصح، لو نفسك فعلا توصلي للريحة ونفس الطعم ونفس الشمخة بتاعت الكبدة بتاعت العربيات اللي احنا كلنا أول ما بنشم ريحتها بنتجنن عليها، يبقى لازم ضروري تدخلي وتشوفي الفيديو ده. لو جربتي الطريقة دي ومشيتي على المقادير دي بجد هتقولي انا ما اكلت ازاي الكبده دي قبل كده. وصدقيني مفيش نكهه هتدوقيها زي نكهه الكبده دي. بس امشي على نفس الخطوات ونفس الطريقه وان شاء الله هتدعيلي. انا من غير ما اقول ان ياما دي برضو كانت من نفس برضو المشروع بتاعي، وقد ايه الكل كان بيشكر فيها. يلا بقى بسرعة عشان نشوف احنا عملنا الكبدة دي ازاي. معايا هنا كيلو من الكبدة العصافيري، وحطيت عليها معلقة كبيرة من الثوم المهروس، بس مهروس خشن مش ناعم، وعليه فلفل اخضر، وبحط كزبرة، معلقة من الكزبرة، ومعلقة من نص معلقة من الكمون، وفلفل اسود، ومعلقة برضو ونص معلقة برضو من الفلفل الاسود. وطبعا بنظبط الملح بتاعها، اوعي تنسي الموضوع دوت. وبنزل بمعلقتين من الزيت زي ما انت شايفه معايا، ونص ليمونه، وبقلب الكبده بتاعتنا كويس جدا، وبسيبها حوالي ربع ساعه على جنب. وطبعا الملح زي ما قلت لك ما تنسوهوش، بتحطي مثلا نص معلقه صغيره بس دلوقتي، لان ممكن تبتدي تحطي بعد ما هي تستوي، ممكن تديها رشه كده بعد التسويه. وبركنها مثلا من حوالي 10 دقايق لربع ساعة بالكتير قوي. يلا بقى بينا بسرعة. معايا هنا زيت، طاسة كبيرة كده واسعة، وبنزل بالزيت وحتة من اللية. عندك دهنة حطي، عندك ليا حطي. وبنزل برضو بنفس التوم اللي احنا قلنا عليه، اللي انا هرساه مع الفلفل الاخضر، بس هرس خشن. انا باكد عليكي اوعي تهرسيه ناعم، لازم يكون الهرس خشن. وبنزل عليه وبحمرها، مش بحمر بقى التومه، بس الريحه تطلع معايا كده وتفحفح. وخلي بالك ضروري تكوني النار معاكي عاليه. بتنزلي دلوقتي بالكبده بتاعتك زي ما انت شايفه، بتفرديها كويس قوي، بتاخد نفس المساحه بتاعت الطاسه، وما تقلبيش الا لما تاخد لون من تحت. بعد ما خدت لون معايا ببتدي اقلب، اخلي اللي فوق تحت واللي تحت فوق زي ما انت شايفه معايا كده. المهم تكوني معليه النار، اهم حاجه الكبده بالذات لازم نعلي عليها النار علشان ما تنزلش ميه معاكي. طبعا انت هتقولي لي الماده الدهنيه كتيره قوي يا رانيا، انت تقدري تصفي الزيت او الماده الدهنيه دي بعد كده، بس عامه هنا في البيت ما بيحبوش ان هم يصفوها، بيحبوها كده، بيحبوها تبقى، وعشان يحسوا ان هي كأنها فعلا جاية من بره، الطعم والملمس والشكل كله. لان طبعا انتنا كلنا عارفين ان كل اي عربية بتاعت كبدة بتلاقي عليها الكبدة بتبقى كمية الدهنية بتاعتها بتبقى بزيادة بالشكل اللي انت شايفاه ده. بعد كده هنيجي بقى للتوابل بتاعتنا، معلقة من الكزبرة، ونص معلقة من الكمون، ومعلقة من الشطة، وفلفل اسود. وبقلب كويس جدا زي ما انت شايفه معايا كده. طبعا انت هتقولي يا رنا انت كده متبلاها، لا انا يعني ايه، بحب اجزأ، احط تاني التوابل تاني اول ما اما احس انها خلاص استوت، عشان تفضل النكهه فيها زي ما هي. صدقيني لو مشيتي على نفس الطريقه دي هتشمي ريحه ملهاش حل، ده لو من البيت كله اصلا هيتقلب عندي. يلا بقى ننزل دلوقتي بالفلفل الاخضر بتاعنا. طبعا انتوا كلكم عارفين، انت طبعا هتنزلي بفلفل اخضر حامي وبارد، عايزه تنزلي بحامي بس براحتك. طبعا كلنا عارفين ان الكبده بتبقى سبايسي، بتبقى اجمل واجمل. بس في حاجه، لو انت عامله كيلو زي حالتي كده كتري، لان الفلفل برضو انا ما كانش عندي كتير قوي، انا لو كان عليا كنت عايزه احطها اكتر من كده. يعني انا عامه الفلفل لو مثلا هعمل كيلو بحط كيلو الا ربع فلفل، تخيلي. بس لانه فعلا بيديها طعم جميل جدا، وفعلا كانك فعلا جايباها من من بره. المعلقه السحريه بتاعتنا بقى هنا ايه هي؟ معلقه صغيره من الكاري.
معايا هنا معلقة من الكاري مخلوط عليها جزء من او نص، ممكن نقول معلقة صغيرة من الكاري على نص معلقة من الثوم البودرة، خلطها على الكاري وبنزل بيها على الكبدة بتاعتي بعد ما خلاص احس انها استوت معايا. هنا بقى التكاية بتاعتي بولع فحماية وبحطها زي ما انت شايفة، ويلا بقى نقدم احلى واجمل والذ كبدة اسكندراني هتاكليها في حياتك. والله لو عملتيها بنفس الطريقة هتقولي انا ما اكلتش زيها. وبصي اتحدى بيها اي عربية كبدة واي مطعم برضو لو عملها بنفس الطعم ده وبنفس النكهة اللي انت هتحسي بيها دي، بجد والله والله ولا اروع من كده. يلا بسرعة بقى هاتي حتى ولو حتى ربع كيلو بس الأول، وجربي الطريقة بتاعت رانيا ميكس وقولي لي ايه رأيك فيه، وهستنى رأيك تقولهولي في الكومنتات. بجد ولا أروع من كده. ولو كل البيت كله ما تهوسش عليها وكله اتجنن عليها، ابهريهم كلهم بأحلى وألذ كبدة اسكندراني، أطعم وألذ 100 مرة من اللي احنا بنجيبها من العربية. وألف هنا، وما تنسيش اللايك والاشتراك. باي.